بدون منازع. اكيد انه في الجامعه القمه العربيه وعد السيد عبد المجيد تبون انه سيدعج يعني وسيحث على ان تكون الدوله الفلسطينيه عضو دائم في الامم المتحده وليس كعضو مؤقت. يعمل عليها، قال انها قضيتي شخصيا، تكلم بكلمه الشخص، انا قال قضيتي شخصيا ولو تكلفني وش تكلفني اني تدخل تكون فلسطين الحبيبه عضو دائم في الامم المتحده. زيد انه مؤخرا انتخاب الجزائر 2024 2025 عضو غير دائم لدى مجلس الامن تزيد تسهل المأموريه. واولويه الاولويات هم قضايانا العربيه الاسلاميه، على راسهما قضيه الفلسطينيه الحبيبه وقضيه صحراء الغربيه الاخوه الاشقاء الاحباء. نرجع الى الشان الاقتصادي. نظن انه عمي تبون تكلم حتى بواحد العفويه بواحد الصراحه يعني اللي ابهرتني صراحه في المؤتمر المقاولين الروس والجزائريين في لقاء رجال الاعمال للمقاولات لي انه تكلم على بعض السلبيات داخل الاقتصاد الجزائري، بما فيها انه 80% من الاستثمار الخاص يستعمل 92% من المال العام. هذه يعني تقريبا هي كارثه، انك تستعمل المال العام اللي هي خزينه الدوله بطريقه بيروقراطيه ببعض الممارسات القديمه في النظام السابق، وانها تسمي انه قطاع خاص ولكن كلها يعني اموال الدوله، يعني استثمارات وقروض من الدوله. وهذا لا يعتبر كقطاع خاص، انك صح يكون لبنه ويكون يعني قاعده بنيه تحتيه لاقتصاد قوي. نتكلم على هذه النقطه السلبيه، ويعني كتنبيه للاستثمار الاجنبي مستقبلا منهم الروسي في عقر ادائهم. اذا تريد الاستثمار لا تنظر الى خزينه الدوله الجزائريه، بل اجلب معك اموالك، افتح بنوك روسيه في الجزائر ومن لحيته بخاله كما نقولوا احنا مثل بالدلجه الجزائريه. يعني انت اللي تجيب اموالك وتستثمرها، ولو تكون على بساطتها. يعني نظن انها علاقات حتكون قويه اقتصاديا مع روسيا، ولكن اي دوله اخرى استثمار تحت قاعده اكيد 49 51 هذه لا نساوم فيها ولا نناقش فيها السياده الوطنيه ثم السياده الوطنيه، ولكن في حاله ما نستقطب استثمار اجنبي يعني كوخذه للجانب الروسي، انك وجب عليك انك تجلب معك راس مالك، افتح بنوك وثم استثمار في الجزائر في تحت مظله ابح. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي هي تقريبا تزعج معسكر الغربي، اللي هو اصلا في انقسام. لانه اذا شفنا كما يقول الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ننظر ان واحد المحاوله تكلم عليها امير من قبيل، انه قال انه بعض البرلمانيين في الكونغرس الامريكي تكلموا على لائحه على الجزائر، انه لائحه عقوبات على الجزائر بما انها مقاربه جدا من روسيا. بعدها يجي الاتحاد الاوروبي بنائب المفوضيه الاوروبيه البرلمان الاوروبي المسؤول على العلاقات الخارجيه جوزيف بوريل، ويطلب من الجزائر انها ترمي بكل ثقلها الدبلوماسي في حل الازمه الروسيه الاوكرانيه. يعني هم مختلفين، لانه امريكا تلعب في لعبتها، و كيف واحد المثل الجزائري يقول لك اوام اللي تافسوا وتجي في البرواق. امريكا هي اللي قاعده تلعب في اللعبه ضد روسيا، ولكن التاثير السلبي كان على الدول الاوروبيه. هذا الاختلاف الجزائر عرفت من اين تاكل الكتف. الدول الاقرب في الاقرب يعني الصديقه في الاصدق مثل ايطاليا ثم البرتغال، يعني صديق يعني ولو ما كانتش بهذيك الصداقه القويه، ولكن لاحظنا انها يعني بمجرد زياره ميدانيه للسيد عبد المجيد تبون مؤخرا الا واسفرت يعني على مؤشرات جد ايجابيه. نتكلموا على ايطاليا، نتكلموا على المانيا. فرنسا كانت عندها الفرصه انها تصحح بعض الامور التاريخيه وانها تبني علاقه ابح مع الجزائر، اهدرت هذه الفرصه. اليوم انا في فتوح وجفاوه مع الجانب الفرنسي وما نحتاجوش صراحه، لانه ولو شفنا مستقبلنا كدوله جاره والقرب الجغرافي والعلاقات الديموغرافيه، لانه كثير من الجاليه الجزائريه في فرنسا، الا انه اعطيناهم الفرصه هذه المره لما ما استغلوهاش في بعض السقطات المخابراتيه الا وسحبنا من تحتها من البساط. ولكن على العموم علاقاتنا
الاقتصادية جيدة، كل المؤشرات جد ممتازة، وأي استثمار أجنبي مع تصدير التكنولوجيا هذه هي الظلة اللي نبحث عليها احنا. يعني أهم من جلب رأس المال هو جلب التكنولوجيا، وهذه اللي تقريبا كانت واحد العائق خاصة من الجانب الفرنسي والجانب الأوروبي بصفة عامة. اليوم شفنا انقسامهم خاصة بعد ثنائية القطبية في العالم، بداية من الأزمة الروسية الأوكرانية، كل يبكي على ليلاه. شفنا إيطاليا تبحث على مصالحها مع الجزائر، شفنا ألمانيا تبحث على مصالحها من الجزائر، إسبانيا فقدت هذيك الصفة الصديقة لأنه قطعنا علاقات صداقة معها وخفضنا يعني الشراكات المستقبلية يعني القديمة، وقطعنا هذيك علاقات الصداقة الاستثنائية ولات يعني شريك عادي وفقط. مستقبلا ما نظنش أنها حتتحسن. زدنا شفنا مع البرتغال اليوم علاقاتنا يعني نقولوا جيدة، نوصفوها بكلمة جيدة، ممكن تتحسن مستقبلا، الله أعلى وأعلم. كلها تصب في خانة السؤدد والسيادة للجزائر اقتصاديا، مع إذا كانت فوائد فأهلا وسهلا، إذا ما كانتش أصبح الخير أجاء أنت في دارك وأنا في دار. ما نشنا عاجزين، قوة إقليمية، قوة بشرية، مجتمع شبابي، ثروات كاينة، وأهم شيء هو السيادة. حتى يعني لما شفناش ذاك التطور بنسب عاليه 7 و6 و8% سنويا، وحتى تكون يعني قرابه 5 أو 4% نسبه التطور الاقتصادي سنويا، ولكن امانتنا عندنا وسيادتنا على ارضنا. بارك الله فيكم، نتمنى يعني ذات احاطه على الموضوع. كفيت وفيت يا دكتور صيدو. وطبعا بعد استرسال الدكتور أبو داود والأستاذ الإعلامي الصحراوي أخونا أمير إيرو، فتقريبا فيه من يتألم ولم يستطيع أن يتألم في صمت، فأزف له بشرى. كان تكلم يعني الدكتور أبو داود، ولكن يعني وضع يده على الجرح، ولكنه لم يرد أن يؤلم المجروح أو المريض، فسأؤلم أنا المجروح والمريض. اتفاق بروتوكول أمضي بين الرئيسين الجزائري والروسي عبد المجيد تبون وفلاديمير بوتين، فحواه الاتفاق على اتفاق عدلي للاستلام والتسليم. طبعا ستقولون، ستتساءلون، لن تقولوا بل ستتساءلوا، لماذا هذا الاتفاق؟ إذا كانت روسيا حليف استراتيجي للجزائر، فلم نرى ولم نسمع عن أي حتى لا نقول معارض، لأنهم ليسوا بمعارضين، نستعمل المصطلحات التي تؤلمهم أكثر، على الخبارجية وأبناء الطابور الخامس والمتصهينين والمتصهربين. لم يكونوا موجودين أبدا في روسيا، ولم نتلقى أي هجوم من هؤلاء من على الأراضي الروسية. ولكنني أبشركم، فحوى هذا القانون أنه تضييق الخناق على كل من كان موالي للدولة الروسية، وتجمعه اتفاقية صداقة عدلية، أي يعني من يكون على تراب دولة أوروبية تكون لروسيا اليد الطولة فيها فسنشفطه مباشرة. هذا هو المفهوم. يعني فرحوا رواحكم الخبارجية، فرحوا رواحكم جماعة زيت وطيط طيط، فرحوا رواحكم جيدا. يعني الدائرة أو الحلقة تضيق عليكم اليوم بعد الآخر، يعني اليوم تلو الآخر تضيق عليكم هذه الحلقة. هذا كمفهوم عدلي وقانوني. فالاتفاقيات التي كانت اليوم في اتفاقيات في الزراعة، لأنه مثل ما قال أخونا رضا الفلسطيني وكذلك الدكتور أبو داود اللي أسهب وأطنب اليوم في كلامه عن هذه الاتفاقيات، لما ذكرت البعض منها في بث أختنا ودكتورتنا هالة حياها الله حتى في غيابها. الجزائر فيها 4 مناخات، يعني مناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل، والمناخ التلي، والمناخ الجبلي، والمناخ الصحراوي. فيها الثلوج، فيها دفء الصحراء، وفيها الحرارة القوية، وفيها البرودة لدرجة التجمد.
في جبال الأطلس، ففيه محاصيل زراعية بعينها لا تكون موجودة في روسيا. فيه مشاريع استثمارية زراعية وفلاحية بين الصين وروسيا والجزائر على الحدود الجزائرية الليبية في الصحراء الجزائرية أيضا، وإن شاء الله تعالى بالخير والسؤدد لإخواننا الليبيين فوق البحيرة العظمى. فستكون يعني روسيا بوابة تسويق المنتوجات الجزائرية من الخضر والفواكه التي لا تكون موجودة ومقطوعة أو منعدمة في الأسواق الروسية إبان يعني فصل الشتاء القارس. يعني سيتنعم المواطن الروسي وكل دول أوروبا الباردة بتناول مثلا البطيخ الأصفر على نوعيه الأصفر والأحمر والملون لما لا إن صح التعبير، الفلفل، الطماطم، كل هذه المحاصيل يعني لا تكون موجودة يعني في تقريبا في أكثر من 7 أو 8 أشهر يعني تستوردها روسيا، وتكون يعني شحيحة في بعض المناطق في العالم. فستكون الصحراء إن شاء الله الغربية والصحراء الليبية والصحراء الجزائرية إن شاء الله جنة خضراء لمشاريع استثمارية ستجلب الخير والسرور لأهل المناطق. تلك المناطق ستكون أيضا كدفع تنموي للمنطقة من حيث يعني امتصاص القوة العاملة العاطلة عن العمل. أيضا ستكون يعني بوابة خير على خريجي الجامعات الجزائرية أيضا الصحراوية أيضا الليبية. لما لا ستكون الجزائر إن شاء الله باب ونافذة خير على كل إفريقيا. أيضا وعلى فكرة فالرئيس عبد المجيد تبون كان شجاع ورفع سقف التحدي أمام رجال الأعمال بعد قوله لكلمة أنا أعتمد في الجزائر الجديدة سياسة رابح 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 رابح، يعني كل المستثمرين سيأخذون ربحهم لا يبخسون من حقهم شيئا، مع وجود أيضا تسهيلات يعني كبيرة للمستثمرين. أعود إلى نقطة الشجاعة. في أين الشجاعة؟ أنه يضمن كل أحبائنا الإفريقيين الذين يقفون دائما معنا في أوج وخضم العاصفة، فمن المؤكد فهو شجاع الرئيس عبد المجيد تبون إلى أن يقول لهم طبتم موقعة وطبتم مجلسة تحت أشعة الشمس، لأننا نحن كجزائريين لدينا مثل شعبي نتعامل به مع أحبابنا وأصدقائنا، ونقول لهم يعني لأحبابنا وأصدقائنا وأيضا لأعدائنا نقول لهم دائما من لم يكن معنا وقت العاصفة فليتأكد أنه لن يكون معنا وقت إشراقة الشمس. مداخلة ثانية يا دكتور أبو داود، أمتعنا بصوتك الشجي. لو سمحت لي يا صقر فقط أجيب. تفضل لحظة دكتورنا الغالي. لا خليه ياخذ راحته لاني طبعا دكتورنا داود بعد اذنك طبعا فقط اجابه على تفضل كل المايك. حفظك طول الله عمرك ان شاء الله. فقط اجابه على الاخ كريم الجزائري، سؤال يعني منطقي جدا، وهو سؤال يعني لا يعتبر انه سياسي بقدر ما هو ماكر يمس من الواقع حقيقه. قال على ان هناك دعوه وجهت بين الرئيس الجزائري والرئيس الروسي على أساس حضور للقمة الإفريقية الروسية، وأكيد على أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ستكون حاضرة في هذا الاجتماع لأنها عضو في الاتحاد الإفريقي ومن الأعضاء المؤسسين. فهل سيحضر محمد السادس جنبا إلى جنب مع إبراهيم قالي؟ الجواب على أساس الواقع وما يعني يحصل دائما على أنه يعني كما يقال جيشكم من النعام. مسألة هنا مهمة، وهو على أساس أنه الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وحضورها في المحافل الإفريقية هو ليس رهين أو وليد الصدفة بقدر ما هو تحرك دبلوماسي حقيقة وواقعي أصبح ملموس، وأصبحت الدبلوماسية الصحراوية يعني حقيقة تتواجد في كثير من المحافل والاتفاقيات الإفريقية التي نجد فيها تمثيلية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. لكن
كنا قد راهنا وفي منذ ربما أشهر عديدة في تحليل عند الأخ صقر ربما في برنامج آخر حول القمة العربية التي ستجرى في الجزائر، وقلنا على أنه من الطبيعي ومن الحكمة لرجل يعني يحاول دائما إصلاح ذات البين ويدعي على أنه يمد يد الصلح للجزائر أن يحضر بنفسه من أجل ويدعي على أنه يمد يد الصلح للجزائر أن يحضر بنفسه من أجل فتح يعني صفحة جديدة، وتكون الجزائر على أرضها تمت المصالحة الفلسطينية والجزائرية المغربية والروسية السورية وتفأنا خيرا، لكن فعلا ما وجدناه على أنه أرسل الصعلوك الدبلوماسية بوريطة وذهب بطريقة يعني ليست بالمكانة التي كنا نتوقعها. لذلك أنا أعتقد على أنه من يحرك خيوط اللعبة صراحة في المملكة المغربية ويتحكم بزمام الأمور دائما يود أن يوصل رسالة للشعب المغربي على أنه ما يحصل في المحافل الدولية وما تقوم به جبهة البوليساريو أو الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من تواجد في المنتديات الإفريقية والعالمية ليس سوى مسرحية، وعلى أنه ليس هناك دولة تسمى بالصحراء الغربية. لذلك لا يود الملك الحضور دائما أو يتحاشى هذا النوع من الحضور دائما مع الرئيس إبراهيم غالي أو مع تمثيلية الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. لماذا؟ لأنه حينما يأتي إلى أي مؤتمر تتواجد فيه الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب أكيد أن هناك نوع أو يصبح لدينا نوع من تعالي الأصوات داخل المجتمع المغربي وطرح التساؤلات التي هم يعتقدون على أنهم غنيين على هذا النوع من التساؤلات الشعبية، وهو لماذا تجلسون ندا لند مع جمهورية تقولون لنا على أنها وهمية وهي تجلس وعلمها خفاقا يرفرف فوق رؤوسكم. لذلك أكيد على أنه أصحاب اللعبة السياسية أو مسرحية ويليام شكسبير التي تمثل على خشبة المسرح الواقعي المؤلم في المملكة المغربية، أكيد على أنه بنود هذه المسرحية سيذهب أحد من الممثلين الغير رسميين الكومبارس المغاربة سواء كان وزير الخارجية أو رئيس الحكومة، هؤلاء كومبارس يذهبون إلى هذه المحافل، وأكيد على أن الملك بطبيعته سيتحاشى هذا النوع من الظهور، وإن كانت هناك تمثيلية في أعلى مستوياتها ستكون لأخيه رشيد. فلذلك أعتقد على أن الملك أكيد على أنه سيتحاشى هذا النوع من الحضور، وأكيد والمؤكد على أنه إبراهيم غالي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية سيكون حاضر بحكم التمثيلية التي يعني تلعبها دائما الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في هكذا نوع من محافل دولية. لذلك سؤالك أعتقد على أنه كان جد رائع، وسؤالك منطقي جدا. هل للمغاربة لهم الحق في أن يطرحوا هذا النوع من التساؤل أو أن يجيبوا؟ أكيد لا يستطيعون، لأنه فعلا دائما يتهربون من الواقع والحقيقة. لذلك لا يستطيع أي أحد منهم الحديث عن هذه المسألة أو أن يكون سباقا بالحديث عنها أو إثارتها، لأنه يعلم جيدا على أن هذا النوع من الأحاديث وهذا النوع من النقاشات الفوق طبيعية بالنسبة لهم تودي دائما بصاحبها إلى يعني هوية أو إلى مكان ربما لا يعلم إلى أين. ونحن نعلم جيدا على أن المغرب في هذه اللحظات وفي هذه الأعوام الأخيرة لا زال يحكم بالنار والحديد للأسف. حينما أخذ محمد سادس دواليب الحكم والملك أعلن عن المصالحة والإنصاف والمصالحة في المملكة المغربية، وحاول أن يعوض الشعب المغربي عن سنوات الرصاص، لكن للأسف زاد الطين بلة وأصبح الشعب المغربي كله يعني تحت حصار حقيقي إعلامي حقيقي. ما يحصل اليوم هي أدلجة للأسف المجتمع المغربي، ومحاولة دائما طمس الهوية العربية ومحاولة طمس الهوية الإسلامية ومحاولة دائما طمس الهوية الإنسانية من المخلوق أو الكائن المغربي للأسف. لأن نحن نعلم جيدا على أنه صراحة التعبير الحقيقي والصريح هو على أنه الشعب المغربي هو رهينة لحكم ونظام يعني اختطف الشعب المغربي منذ عدة عقود، ويجب تحرير الشعب المغربي ببث نوع من التوعية حقيقة في صفوف الشعب المغربي وإيجاد الأصوات الحقيقية التي يمكن أن تؤثر في الشعب المغربي بطريقة
إيجابية بطريقة تجعلهم يعني يفكرون خارج السرب. لذلك جوابا على سؤالك، أكيد على أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ستكون حاضرة في هذا النوع من الاجتماعات، لأنها عضو مؤسس وفعال في الاتحاد الإفريقي ونشط في السياسة الخارجية الإفريقية، وكذلك التمثيلية المغربية لن تكون على أعلى مستوياتها، بل سيأتي أحد من الكومبارس السياسة المغربية، سواء كان وزير الخارجية أو رئيس الحكومة، في هذا النوع من الاجتماعات. شكرا. كفيت وفيت يا أمير، كفيت وفيت. تفضل أبو داود، تفضل يا دكتور. الله يحييكم. يعني كل ما يقال عن الجزائر طبعا لن يوفي هذه الدولة حقها في دعم تقرير مصير الشعوب، لأن الجزائر قد اكتويت بنار الاستعمار، ولذلك هي الدولة التي تشعر بالدول التي خاضعة للاحتلال والاستعمار والظلم. أنا أريد فقط أن أذكر أن الجزائر لا تنظر للقضية الفلسطينية دائما من زاوية المصالح أو من زاوية الاستغلال هذه القضية، لأننا تعودنا في الجزائر أنها الحضن الدافئ للثورة الفلسطينية. فعندما استقلت الجزائر أول مكتب كان لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح كان في الجزائر. تم استقبال أول دفعة لضباط أو لمجاهدين في حركة فتح في الجزائر وتم تدريبهم. أول شحنة أسلحة كانت من الجزائر للثورة الفلسطينية، ولذلك هذا الدعم المتواصل أنا شخصيا لا أستغرب من الجزائر وقوفها إلى جانب القضية ودفاعا على استقلالية القرار الوطني. نحن جربنا كثير من الدول وبدون ذكر أسمائها دائما عندما تتدخل في القضية الفلسطينية تتدخل وتتدخل في القرار الفلسطيني وتشترط شروط كثيرة موجودة. أما الجزائر دائما كان يقول ياسر عرفات: إذا ضاقت بكم الدنيا فتوجهوا إلى الجزائر فإن بها شعب يحب الشعب الفلسطيني، فلا يظلم فيها الشعب الفلسطيني. ولذلك القضية الفلسطينية دائما حاضرة في المحافل الدولية سواء في أفريقيا. ونحن رأينا الجزائر كيف تصدت للدولة اللقيطة الحركة الصهيونية عندما أرادت أن تدخل عضو مراقب في القمة الأفريقية، وكانت الجزائر وجنوب أفريقيا لها بالمرصاد. الجزائر أيضا الآن نستبشر خيرا لأنها عضو غير دائم في مجلس الأمن، ولذلك سوف تساعدنا الجزائر على طرح بعض القضايا الاستراتيجية في مجلس الأمن وإدانة المشاريع الاستيطانية في فلسطين. وإن جد جديد كما وعد الرئيس الجزائري سوف تكون قضية اعتراف الأمم المتحدة الجمعية العامة بالدولة الفلسطينية كدولة كاملة السيادة في الأمم المتحدة حاضرة، وهي قضية جزائرية. صحيح الوضع العالمي حاليا هو لصالح الكيان الصهيوني، لأن هناك للأسف طعنة وجهت للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني بالتطبيع مع هذا الكيان الصهيوني. عندما طرحت في القمة، قمة بيروت، المبادرة السعودية، كنا ندرك أن هناك بعض الدول لها علاقات سرية، وحاولنا أن نقول يا جماعة لا علاقات مع الكيان الصهيوني حتى ينصح هذا الكيان الصهيوني. أخي صقر عندما قبلت الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير بالقليل بإقامة دولة فلسطينية على جزء من الأراضي الفلسطينية،
كانت تدرك أن هناك الكثير من الدول التي تسعى لطعن القضية الفلسطينية. للأسف هذه الطعنة جاءت من دول عربية شقيقة لنا، ومما شجع الكيان الصهيوني على الاستفراد والتغول في الدماء الفلسطينية عندما اجتاحوا، وعندما قصفت قطاع غزة، وعندما يتم اجتياح الضفة الغربية ليلا نهارا. هذا الكيان لم يجد إلا تشجيع من الدول التي فتحت حدودها. وبالتالي عندما قال صائب عريقات رحمة الله عليه، وهو أمين سر منظمة التحرير والمفكر، ويعتبر من العشرة المؤثرين في القضية الفلسطينية أو في العالم، عشرة المؤثرين في القضية الفلسطينية أو في العالم، عندما قال أن التطبيع هي خيانة للقضية الفلسطينية. نعم، نراها خيانة للقضية الفلسطينية، ولذلك نحن نقول أننا بحاجة إلى إعادة التفكير في الوطن العربي ودراسة مصالح الوطن العربي، لأن تعودنا أن عندما تسقط فلسطين تضعف الأمة العربية والإسلامية، وعندما تعود فلسطين إلى حضن الدائرة الإسلامية تقوى الدول العربية والإسلامية. وهذا ما عودنا التاريخ فيه. عندما كانت فلسطين أيام الصليبيين خاضعة للمسيحية أو للصليبيين، كانت الأمة العربية والإسلامية مقسمة إلى دويلات وتتنحر كما هو الحال. فعندما تعود فلسطين إن شاء الله سوف يكون هناك وحدة للأمة العربية والإسلامية. نحن نقول في الأخير لا نخلط بين الشعوب والأنظمة، نفرق بين الشعوب والأنظمة، ولذلك قضيتنا قضية فلسطينية هي قضية عادلة، هي قضية الأحرار والشرفاء في الوطن العربي. وشكرا. حياك الله يا دكتور، كفيت وفيت. خلينا نستمع لصوت أختنا مرجان حتى نستمع لصوت يعني من الجنس الآخر يقولن ما رأيه يقولون أن النساء لا يفهمن في السياسة، ولكن الدكتورة هالة أثبتت اليوم أنها تستطيع يعني الوصول إلى القمر بجانب ملك تلك المنطقة المظفرة الشريفة. تفضلي مرجان. يزيد فضلك دكتور، شتان بيني وبين الدكتورة هالة أنه والله طلعت. أول شيء السلام عليكم، أمسية طيبة للجميع، الإخوة اللي في القاس والناس اللي تسمع فيا مرحبا. أنا عندي 3 أسئلة أنا حبيت نستفاد منكم. مرحبا، إذا تسمحوا طبعا بإذن الله. أول شيء حول قضية الصحراء الغربية. في الكلمة تاع الرئيس عبد المجيد تبون سمعنا أنه ذكر القضية الفلسطينية اللي هي القضية الأم تاع الجزائر، وذكر القضية الصحراء الغربية، وذكر حتى قضية مالي. خلينا نبدأ بقضية الصحراء الغربية. أول شيء، كيف يمكن لكلمة بوتين أو لروسيا أنه تأثر في قرار استقلال الدولة واسترجاع السيادة للصحراء الغربية؟ هذه سؤال أول. السؤال الثاني، سمعته قال نطلب المساعدة من الأخ ومن الصديق بوتين حول الاجتماع الجزائري المالي. كيف ستكون هذه المساعدة، وما دور روسيا في هذا الاجتماع، وكيف ستكون العلاقة، ثم أن نبارك العلاقات الروسية المالية؟ هل برأيكم أنه راح تكون هناك شراكة مع مالي أيضا، وهل بإمكان أنه غدوة نشوفوا أنه مالي حليف لروسيا؟ أما السؤال الثالث ثم يخص الثقافة. شفنا أنه وزيرة الثقافة رافقت الرئيس، والرئيس كان أمر وزير. نعم، كانت موجودة في اليوم في المشهد، وكان تبادل معها ومع مع وزير الثقافة الروسية. سمعت أنه الرئيس تبون أمر وزير الخارجية ببناء، صحوا لي إذا أني غلطة، ببناء دار ثقافة، أعتقد دار ثقافة في روسيا، مركز ثقافي في روسيا. ما هي
نوع ولا نوعية ولا طبع الثقافة التي يمكن أن نرسلها لروسيا أو ننقلها إلى روسيا، وكيف يمكن هذه الثقافة أن تساعد في ترسيخ العلاقات الروسية الجزائرية؟ أعتقد سؤالي واضح ولا هي واضحة الأسئلة، مجموعة أسئلة من الأخت مرجان تقول: كيف يمكن لرئيس روسيا التدخل في قضية الصحراء الغربية؟ السؤال الثاني يعني طالب الرئيس عبد المجيد تبون روسيا الوقوف مع جمهورية الشقيقة مالي. طبعا فيه ما يقال، وأصلا السيد طلب أن يجيب على هذا السؤال. السؤال الثالث يعني كيف لمركز ثقافي جزائري أن يكون يعني كيف يكون عمله في روسيا؟ طيب دكتورة أبو داود، طبيعة الثقافة التي يمكن أن ننقلها إلى روسيا التي ستنقل مفهوم. الدكتور أبو داود، أي الأسئلة تختار؟ والله خليني أنا أجاوب بشمولية. من ناحية الثقافة، أي علاقات، استمرارية أي علاقات خاصة بين الغرب وبين الدولة الجزائرية أو الأمة الجزائرية هي شعب جذوره ممتدة في التاريخ، ويحمل ثقافة متنوعة في الجزائر. تستطيع الجزائر أن تنقل هذه الثقافة المتنوعة الموجودة في مكنونة الأمة الجزائرية إلى روسيا، لأننا نحن نغفل أن قصة الثقافة هي تعزز أواصر الصداقة بين الشعوب، ولذلك دائما وجود مراكز ثقافية، تدريس اللغة العربية، تدريس اللغة الروسية، تبادل الطلاب، تبادل من ناحية المسرح، من ناحية الموسيقى، من ناحية هذه تجعل وتعزز متانة العلاقات الروسية الجزائر. ولذلك تم الحديث عن هذا الشطر الموجود. بخصوص مالي، روسيا لها وجود على ما أذكر قوي جدا في مالي. عندما استولى ضباط في الجيش المالي تم طرد الجيش وإنهاء العلاقات العسكرية بين فرنسا ومالي، وتم إيجاد أو تم وجود بما يقال مجموعة فاغنر في مالي. ولذلك روسيا موجودة في مالي وفي بعض الدول الأفريقية. ولذلك الجزائر بحكم علاقاتها مع بعض الأحزاب أو الطوائف في مالي وروسيا، وجودها ممكن أن تعزز أمن حدود الجزائر في الجهة الجنوبية، وروسيا لها دور في أفريقيا، هذا يجب أن لا نغفله. أما قصة الصحراء الغربية، أعتبر يعني روسيا هي دولة موجودة في مجلس الأمن، لها حق التصويت ونقد أي قرارات حتى نحافظ على حقوق الشعوب. لذلك روسيا ممكن أن تلعب دور في حماية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة أننا هناك حكم استشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص قضية حق تقرير المصير. وبالتالي روسيا يجب أن تلعب دورها في إيجاد حل والوساطة، وأن تكون بالمرصاد في مجلس الأمن في حالة تمرير أي قرار يناقض الشرعية الدولية. وبالتالي هذه القضايا لم تغيب عن الجزائر. صحيح أن الملفات الاقتصادية والتعاون في مختلف المجالات، الري، الزراعة، التصنيع، التسليح إلى آخره، والثقافة إلى آخره، كانت حاضرة، لكن الجزائر كانت عندها أعتبر هم
موجود، أو قضية أو أمانة يحملها دائما الرؤساء الجزائر في المحافل الدولية، هي قضية فلسطين، قضية الصحراء الغربية، وقضية الأمن القومي الجزائري بتمتين الحدود الجزائرية، لأنه الكيان الصهيوني تغلغل بشكل ملفت للنظر في تشاد، في السودان، في جنوب السودان، والدولة المجاورة للجزائر في المغرب بوجود علاقات. ولذلك تحاول الجزائر أن تجعل هناك توازن في بعض القضايا، وأن تحافظ على أمن حدودها. كفيت ووفيت يا دكتور، والله أجبت بكل يعني ما كنا سنقوله. تفضل أستاذ سيد. ولد عمي حياك الله، قبل ما نعطي الكلمة لسيد حياكم حياك الله. الله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله. وعليكم السلام. عمي حياك الله، قبل ما نعطي الكلمة لسيد حياك الله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله. وعليكم السلام. تمد له كلمة الأول، دير له ميوت، دير له ميوت، هذا متمد له الأول. محشوم عليكم، محشوم عليكم. أنا دابا كنبغيكم الخوف، نتوما كتعملوا لي ميوت. شوية صحة يتفطر بها على الناس. تفضل سي سيد، تفضل زيد بعجالة. أعطي الأخت مرجانة بعض الإجابات الكافية هذا. شوف هو تقريبا نتكلم على القضية الصحراوية والقضية الفلسطينية وقضية مالي. دوكا للأمانة التاريخية، وهذه هي يعني كانت أخطاء الماضي، ودوك نعطيك وقتها بدأت تتغير ولا بدأت تبان الوقائع. هو الاتحاد السوفيتي أصلا هو أول دولة تعترف بالكيان في خضام صراع ثنائية القطب الحرب البائدة، على أمل أنها تكون الدولة الناشئة هي دولة اشتراكية. بعد 58 تغيرت بعض الأمور في قيادة الكيان السوس وتحولت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني بقى الوضع ولا الموقف روسي في القضية الفلسطينية فات وبات، وهذا اللي أزمها صراحة. هذه من جهة. نفس الشيء لما الاتحاد السوفيتي ساند القضية الجزائرية في إطار اشتراكية رأسمالية، صراع الحرب البائدة ضد القوى الإمبريالية التقليدية. بالنسبة إلى الصحراء الغربية كان العكس، وكأن القيادات تاع الاتحاد السوفيتي مع بداية التقارب كي نتكلموا على بداية الأزمة الصحراوية في 75، يعني شتان بين أربعينيات القرن ستينيات القرن إلى منتصف السبعينيات. الاتحاد السوفيتي ما داش موقف من القضية الصحراوية، وكأنه الحياد السلبي، وكلهم كلتا القضيتين بدأوا يتغيروا. يعني الموقف الروسي بدأ يتغير بعد حرب القيام 2014. يعني بدات لي ديكلاراسيون، كيفاش نقولوا، لي ديكلاراسيون تاع القاده سواء العسكريين او التصريحات تصريحات سواء القاده العسكريين او السياسيين يصبون في خانه مساعده كلتا القضيتين، خاصه القضيه الفلسطينيه 2014 2015 حتى يعني بدايه الحرب الروسيه الاوكرانيه. تلقى في خطاب بوتين يتكلم على ان هضبه الجولان سوريه، لافروف يتكلم ويمدوا كثير من الامثله كمقارنات بين الغزو الامريكي. على المقاطعه استاذ سيدو، قال انا ذكرتني في قول فلاديمير بوتين، قال بالحرف الواحد: اراكم تتباكون على ضحايا الاوكران ولم تتباكوا على ضحايا الفلسطينيين. بأي إنسانية تتكلمون؟ يعني ترون بعين واحدة، وكأنه يعني اتهمهم بالماسونية العالمية يعني في كل حواراته الصحفية وحتى خطاباته للأمة الروسية قال هذا الكلام يعني مباشرة. مد أمثلة بأفغانستان، الغزو الأمريكي لأفغانستان، أمثلة بالغزو الأمريكي ومساعدات ضخمة من أوكرانيا اليهودية في العراق. نفس الشيء مساعدة ضخمة من أوكرانيا اليهودية للكيان الصوص، الكيان الصهيوني. هذه كلها يعني تغير، وهذا عادي يعني في السياسة. يقول لك لا يوجد في السياسة لا يوجد صديق دائم ولا عدو دائم، بل توجد مصالح دائمة. تقريبا هذا بالنسبة يعني جمل القضية الصحراوية مع القضية الفلسطينية. موقف الاتحاد السوفيتي أو الروسي السابق وبداية التحول تاعو والتغيير تاعو، حتى يعني واحد المواقف عربية في حرب 67 كانت واحد البعودة مع الاتحاد السوفيتي، أين كانت بعض المشاكل اللي توسط السيد راحل هوائي بومدين الله يرحمه أنه
وضع شيك على بياض من أجل استقبال دول العربية مثل مصر وسوريا، خاصة مصر، أسلحة وما إلى ذلك. يعني هذه للأمانة التاريخية. بالنسبة لقضية مالي، لأنه في واحد التحليل عسكري ومعلومات يعني الله أعلى وأعلم، نظن أنها صحيحة، امتعض الجانب الجزائري من الروسي. لماذا؟ لأنه أن تنهى عن منكر وتأتي بمثله عار عليك إن فعلت عظيم. قوات فاغنر باش تواجدت في مالي لمناوئة وطرد القوة الفرنسية. لما تفكت أكبر قاعدة فرنسية في أفريقيا في شمال مالي، أظن أن الموقف الجزائري في كل القضايا أنها يكون حل داخلي. المشكل الليبي الحل ليبي، المشكل المالي الحل مالي. لا فائدة من تواجد القوات الروسية في مالي، وإلا لكانت لبقات القوات الفرنسية أحسن. أنك تستبدل هذا بهذا يعني نفس المشكل. لهذا الجزائر طلبت من روسيا وامتعضت من بعض الممارسات. يعني لله المنة والحمد أن الحرب الروسية الأوكرانية خلات روسيا تسحب جزء كبير جدا من قوات فاغنر إلى روسيا، ولكن لازم يكون قرار سياسي أنه عدم التدخل في القضية المالية، وإذ كان يكون الحياد الإيجابي لا الحياد السلبي. هذه أعظم حاجة تقدر تبدأها دولة كبيرة مثل روسيا أو الصين في شأن نقولوا جزائري، لأنه قوانا الإقليمية ولا محيطنا الإقليمي اللي إذا تأثروا به، إذا تساعدني كون على الحياد الإيجابي. أما أنك تتدخل سواء في الأزمة الليبية أو المالية أو في النيجر أو في موريتانيا لأنك تزيد تأزم الوضع، هكا ماكش صديقي. لهذا الطلب تاع عمي تبون هو أنه روسيا تكون بالحياد الإيجابي في شأن داخلي مثل القضية المالية، والحل يكون مالي. وش يسفئ عليه الحل من الطرف الماليين نباكوه. إذا قالوا كحلة نقولوا معهم سوداء، وإذا قالوا بيضاء نقولوا معهم بيضاء. نظن هذا هي اللي عندي، لأني عندي معلومات قبلية من امتعاض. رغم أنني أختلف معك بعض الشيء في تحليلك لقضية وجود ميليشيات أو فرق فاغنر في مالي. ففرق الفاغنر في مالي كانت بطلب من دولة مالي أو الرئيس الجديد الذي قام بانقلاب على الجنرال اللي كان موالي كل الموالاة لفرنسا، اللي كانت يعني تسرق ذهبهم ومدخراتهم وكذا وتشرد الشعب المالي في البحار، اللي كان طعم للأسماك. فذلك العقيد الذي نزل مباشرة من إذا كنت تتذكر كنا تكلمنا عليها في بث في المنتدى الثاني، أنه ذلك العقيد يعني مر على الأكاديمية الجزائرية لمختلف الأسلحة في شرشال، بعدين ذهب لممارسة بعض التكوينات في روسيا، بعدين نزل رجع للجزائر، بعدين سمعنا أنه قام بانقلاب وبدأ يعني زبر مخلفات أو تقليم مخلفات أشجار بني فرانكوفون في مالي. هذه هي كرونولوجيا الأحداث الصحيحة يا أستاذ سيدو. لذلك ممكن بعض الأمور اللي كانت تخفى عنا كتمويل الدولة الجديدة في مالي ببعض الأسلحة، ممكن روسيا كانت يعني أو مخزونها الاستراتيجي كان يتوجه مثل ما قلت حقا أنه دخلت على حرب على حين غير مع أوكرانيا، فما وفت ب يعني وعودها للشعب المالي. أما فيما يخص مثل ما قال الدكتور أبو داود، لتلاحظ الأخت مرجانة أنه أي مركز ثقافي جزائري موجود في أي دولة في العالم فهو مركز ثقافي جزائري إسلامي. يعني عندنا الكثير من الثقافة الجزائرية التي من الممكن أن نسوقها ونصدرها ونعرف بها العالم الخارجي. عندنا ثقافة، عندنا لغة، عندنا لهجات، عندنا ملابس تقليدية، عندنا تراث فني، عندنا تراث مسرحي، عندنا تراث كذا، زيادة على أنه كل مركز ثقافي إسلامي، كل مركز ثقافي جزائري موجود في الخارج إلا وتكون به دار فتوى يعني فتوى في الدين، فتوى في العقيدة لأبنائنا الموجودين في المهجر من طلبة ومن متمدرسين ومن مقيمين ومن متزوجين يعني مقيمين على الأراضي الروسية أو في مجمل أراضي القوقاز.
كذلك بالنسبة لقضية فلسطين وقضية أيضا الصحراء الغربية، يعرف القاسي والداني أن روسيا وحليفتها الصين تملكان حق النقض أو الفيتو العالمي، ومن حقهم نقض أي قرار عالمي لن يكون في صف حلفائهم. لنرجع في السابق في الحرب أو في اجتياح الجيش العلوج الأمريكان للعراق، رأينا أن الصين يعني صوتت بلا، يعني استعملت الفيتو، أما روسيا استعملت الفيتو أيضا وصوتت بلا. فرنسا أيضا في وقت جاك شيراك صوتت بلا، يعني 3-2. إنجلترا فقط وبريطانيا هم من صوتوا بنعم. ورغم أنه كانت الغلبة لفرنسا وإسبانيا، عفوا فرنسا وروسيا الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت والصين، إلا أن أمريكا أخذت على عاتقها وعاتق بريطانيا وحلفائها من أوكرانيا والدنمارك وأستراليا وشراذم من اتبعهم حتى ب5 و6 جنود لكي يثبت وجوده فقط، وعلم لكي يثبت وجود دولته في قصف وحرق وتقتيل وتشريد أهلنا في العراق الأشم. والتاريخ يشهد يعني بطريقة فردية اعتباطية احتقروا فيها كل من كان موجود في مجلس الأمن، لأنه طبعا روسيا ما لم تكن في تلك القوة العسكرية وكانت يعني في الانحدار والنزول. الصين كانت عملاق نائم، الآن استيقظ فيتحركون الآن لنرى إن كانوا سيمارسون عنجهيتهم وظلمهم العالمي واستبدادهم في الحرب الروسية مع أوكرانيا، رغم أن روسيا تقاتل أوكرانيا وتقاتل من خلالها الحلف الأطلسي وتقاتل أمريكا ولكن لم نرى تلك الأساطير السادسة والرابعة والخامسة والسابعة والعاشرة تمخر عباب البحار والمحيطات وتذهب ببنادقها وطائراتها وبوارجها إلى سواحل مضيق البلطيق أو السواحل الأوروبية لتقوم بعملية إنزال، ويأتي الجنود الأمريكان الآن روسيا قوية جدا وقوية بحلفائها، قوية بقوتها العسكرية، من شأنها أن تصنع عالم جديد ليس فيه أحادية متفردة، ليس فيه دركي للعالم يأمر الناس بالبر وينسى نفسه من أجل أن يسقط دولار أو دولارين في برميل بترول يقتل 5 أو 6 ملايين عراقي، وبعدها فلسطيني، وبعدها ليبي، وبعدها سوري، وبعدها كذا. ولولا ستر الله لا وصل الأمر لنا ولتونس ومصر، ولولا ستر الله سبحانه وتعالى. فهذه طبعا بعض من الإجابات التي كانت في جعبتنا الدكتور أبو داود والدكتور سيدو وأخوك صقر، فنتمنى أن جاوبنا على بعض. تفضل سيدو إذا كان عندك إضافة حتى نعطي الكلمة ثواني. ممكن ما وضحتش مليح. أنا لست ضد طلب المساعدة السلطة المالية لمساعدة روسية، ولكن أنا ضد بقائها، لأنه زوال العلة بزوال أسباب العلة. كان التواجد والمبايعات تاعو أنه هناك أمن في مالي لا تحتاج إلى قاعدة فرنسية، اللي كانت أكبر قاعدة فرنسية في أفريقيا. لما تفكت وزالت انتهى الأمر. هذا وش قصدت أنا. لم أقصد أني ضد التواجد، لأني أعلم علم اليقين أن الرئاسة في مالي هي اللي طلبت مساعدة روسيا. بارك الله فيك. أني ضد التواجد، لأني أعلم علم اليقين أن الرئاسة في مالي هي اللي طلبت مساعدة روسيا. بارك الله فيك. والحادث ما قلت فعلا بعد يعني أن فرغت تلك حتى أن فرنسا اشتكت لأنه تحت ضربات فرق الفاغنر الروسية بكل معداتهم الحربية المتطورة مع بعض الطيران الروسي الذي كان يساندهم، فطرد كل فلولهم إلى بوركينا فاسو وإلى دول الساحل، ومنهم من صعد إلى جماعة هوك، جماعة المغرب. تفضلي مرجانة قبل ما نعطي الكلمة لأخونا الباقي. فقط حبيت أقول لكم أنه الرئيس تبون لما ذكر القضية المالية والروس قال الشراكة، قال أنا أبارك الشراكة الروسية المالية، ولم يقل المساعدة أو استثمار، قال الشراكة الروسية المالية، يعني هناك شراكة فعلا. هي موجودة شراكة، يعني الشراكة تكلم عنها التلفزيون المالي تقريبا قبل شهر ونصف أو شهرين. أنا شفت على الإي بي تي في في قنوات
ملف القنوات الإفريقية. بالصدفة كنت أرى يعني في التلفزيون المالي، وكانت حصة معادة أنه فيه شراكة روسية في مجال المناجم وفي مجال تجديد يعني ترسانة الأسلحة الخاصة بوزارة الحربية المالية. فلأنه فرنسا البغيضة كانت تأخذ ذهب مالي والنيجر وتشاد، وتأخذ أورونيومهم وبلوتونيومهم وكل مدخراتهم، وتدفع شبابهم إلى البطالة وتدفعهم إلى الهجرة عبر قوارب الموت في البحار والمحيطات وكذا، ولكن لم تكن تعطيهم يعني ولو حبة بصلة، وأنتم مكرمين في هذا البث إخواني تاج راسي رجال ونساء. فبالعكس يعني روسيا تطبق مثل ما قال دكتورنا أبو داود في بداية البث عند الدكتورة هالة في منتصف النهار اليوم، قال أنه حتى الأسلحة الروسية يعني رخيصة الثمن وعالية الجودة، يعني تعطيك وتصبر عليك يعني بالشكك يعني بالكريدي كما نقولوا احنا، يعني تعطيك يعني بكمبيالات. أما هذه فرنسا ما تعطيك أي شيء، يعني حتى الذخيرة ما تعطيك، يعني مجرد يعني قرادة أو مجرد يعني حيوان لا أدري كيف أقول، يعني طفيلي يمتص تستنزف دمك ثروات. وهي ما يعطيك إلا الوعود. تفضل أخوي الباثني. لا قلت لك يعني فرنسا مجرد يعني سياستها هي استنزاف خيرات وثروات تلك البلاد. أينما يعني حطت فرنسا في أي بلد يعني إفريقي تقوم باستنزاف خيراته، ولا تلقى من عنده أي مساعدة، بالعكس تحطمه يعني وتنفرد به انفرادا تام من أجل يعني استغلاله والانفراد بثرواته، مثل ما راه عاملة يعني في الزريبة والعديد من الدول الإفريقية، ومثل ما عملت في مالي استنزاف خيرات مالي من ذهب ومن مواد يعني طبيعية، ولا تقدم أي مساعدات، سواء مساعدات اقتصادية أو مساعدات عسكرية أو مساعدات أو يعني شراكات يعني فعلية أو استثمارات حقيقية. كلمني عن يعني الاستثمارات، يعني لما تأخذ كل مدخراتهم وكل يعني ما رزقهم الله يعني من خيرات، وحتى الاستثمارات يعني في البنية التحتية، يعني كمطارات كملاعب كمدارس يعني حتى في مستوى الدراسة في مالي، فيدرسون يعني المقرر الفرنسي، ولكن يعني إلا الغث لا يوجد أي سمين. بطبيعة الحال هذه هي يعني ممارسات، يعني ويعتبر مجرد استعمار على شاكلة مساعدات، تعتبر مساعدات استعمارية من أجل نهب الخيرات والثروات تلك البلاد، ولا تقوم بأي استثمارات بأجل النهوض بتلك البلاد. شفنا احنا تواجد الفرنسي في مالي منذ تواجده في المنطقة، والفتنة بين القبائل المالية يزرع الفتنة، دائما حروب، دائما يعني يأتي بمينيشيات، دائما نشوف القصف، دائما نشوف حروب في تلك المنطقة، وهو يقوم يعني باستنزاف خيرات وثروات تلك البلاد، يعني يخدم مصلحته الشخصية فقط، ولا يبالي بمصلحة الشعوب وبمصلحة تلك الدولة. يعني عكس بعض الدول مثلا كما نشوفوا استثمارات الصينية هي على العموم يعتبر أيضا يعني استغلال لثروات، لكن تقوم بإنشاء موانئ، تقوم بإنشاء بنية تحتية، تقوم بإنشاء العديد من المصانع. يعني نشوفوا طفرة نوعية يعني في المجال الاقتصادي عندما يعني يحط يعني الصين أو روسيا في تلك المنطقة، عكس التواجد الفرنسي في البلدان الإفريقية. تفضلوا. الله يزيد فضلك. شوف، بالنسبة للاستثمارات الصينية والروسية تعتمد على قاعدة رابح رابح. هذا من أجل بعث تحالفات جديدة. الشاوي حياك الله ولد عمي. من أجل بعث تحالفات جديدة، من أجل خلق أسواق جديدة لمنتجاتها الاستراتيجية وحتى المنتجات العادية. طبعا والله الذي لا إله إلا هو ما استفادت حتى الاستعمار الإنجليزي. لما تيجي كما نقولوا احنا تقارنوا بالاستعمار الفرنسي، تلقى الاستعمار الإنجليزي يعني أحسن بكثير 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 من الاستعمار الفرنسي. أقول لك ليش. الاستعمار الإنجليزي يبني في الأراضي التي يعني استعمرها، يعمل مدارس، يعمل مؤسسات تعليمية، يعمل أطر لطريقة يعني تقنين لقوانين، يعني لا أدري، يترك ثقافة، يترك. فرنسا يعني دولة خبيثة أخبث من الشيطان، والله أخبث من الشيطان، وإلا لن تجد يعني محفل ماسوني أو محفل يهودي. اليهود فين موجودين؟ يعني محفلهم
يعني بعد ما تسلطهم على متسلطين على فرنسا أكثر من أمريكا يا رجل. والله متسلطين. اخي صقر، اسمح لي ادخل في هذه تفضل أبو النقطة. داود. انا اعتبر الاستعمار، اي استعمار، وجهان لعملة واحدة. أكيد هذا أكيد، ولكن والله حال يعني أحسن من حال. يعني الاستعمار هذا ما نشهده في الوطن العربي هو نتاج اتفاقية سايكس بيكو أكيد. الذي قسم المشرق بين فرنسا وبريطانيا، وكل الإشكاليات هذه الدولتين يعني تنافس في إذلال واستغلال الشعوب. بريطانيا في الهند كانت تستغل الشعب الهندي، وأوجد هذا الاستعمار مشكلة كشمير بين الهند وباكستان، والمشكلة الكبرى هي مشكلة فلسطين أوجدها الاستعمار والاحتلال البريطاني. ولذلك أنا أعتبر الاستعمار هو أقبح وأحقر الوجود الموجود الذي كان يستغل خيرات الشعوب. ولذلك نقطة مهمة، تبادل المصالح مهم جدا، وقصة معادلة التي طرحت رابح هي معادلة صحيح نتعاون، ولكن يجب أن يكون كل الأطراف مستفيدة. أستفيد منك بعض الأشياء اللي هو في التطور التكنولوجي الموجودة مقابل شيء موجود. ولذلك يجب علينا كشعوب عربية وإسلامية دائما أن ننظر إلى هذا المقياس، أننا نتعاون مع أي دولة بمقدار احترامها لسيادتنا، بمقدار احترامها للتوازن أو لتبادل المصالح، أن نكون هناك فوائد متبادلة بين الطرفين. للأسف فرنسا عبر استعمارها لأغلب دول أفريقيا تم حلبها كبقرة من أجل تطوير فرنسا وإضعاف الشعوب الموجودة في أفريقيا. الجهل والفقر الذي كان يضرب المنطقة في أفريقيا هو نتيجة الاستعمار الفرنسي والفكر الاستكباري الموجود في هذه الدول. ولذلك يجب أن لا يتم استبدال قوة دولية كفرنسا بقوة روسية موجودة في المنطقة. نريد أن تعيش جميع الشعوب والدول الأفريقية والعربية باعتبار مالي دولة إسلامية أن تنعم بالاستقرار والتطور، وما في أي إشكالية إذا كانت روسيا موجودة في المنطقة، إذا كان هذا يحافظ على سيادة مالي ويؤمن الحدود المالية وينزع فتيل الأزمات الموجودة بين الشعب المالي، لأننا نريد استقرار. وعندما يكون هناك استقرار في المنطقة يكون هناك ازدهار. الشعب المالي والشعوب الأفريقية الموجودة عانت أيضا من استغلال الشركات الفرنسية لثروات هذه البلدان. وحتى أذكرك يعني مشكلة السودان الموجودة حاليا والتي انفجرت في السودان بين قطبي الحكم في السودان، يعني مشكلة السودان الموجودة حاليا والتي انفجرت في السودان بين قطبي الحكم في السودان وراها الحركة الصهيونية وبعض الدول التي كانت تستغل الذهب السوداني وخيرات السوداني للأسف. وهذا ما دفع وعلى رأسها فرنسا التي تآمرت مع جون غارانغ في الجنوب. نعم، يعني جون غارانغ عندما كان في الجنوب قوة استعمارية شجعت الجنوب السوداني على تقسيم، والآن يشجعون على تقسيم السودان إلى دويلات أخرى حتى يستغلوا ثروات السودان. كنا نقول دائما عنها أنها سلة الغذاء في الوطن العربي، لأنها تمتلك خيرات حيوانية وزراعية، وفي الأخير غالبية مناجم الذهب الموجودة في منطقة كردفان وموجودة في هذه المناطق يتم تهريبها إلى الدول الاستعمارية ويفقر الشعب. ولذلك
قصة ومعادلة رابح رابح. هذه هي، لأننا نعيش نحن في قرية صغيرة، منطقة العولمة هذه الموجودة. يجب أن يكون هناك تبادل، ولكن يجب أن يكون هناك التبادل مع أي دولة على أساس الاحترام وتبادل المصالح. أنا سعدت جدا أخي الصقر بوجودي على منصتك، سعدت بوجود الأخوة على المنصة وبالاستماع إليك. حطل لي المغادرة، ولكن وعد لي أن دائما أكون ضيف موجود عندك. والله أتشرف يا دكتور، والله أتشرف. يعني فتشت عليك يعني كثيرا حتى أسوي لك شير، ولكن سبحان الله القلوب عند بعضها. أنا عملت لك إضافة، أنا عملت لك إضافة وللإخوة الإضافة، ويشرفني دائما. حياك الله، نتشرف بوجودك معنا دائما. قبل ما تخرج على ذكرك للملف السوداني، أريد أن أقول لك يعني بعض من الأخبار التي سيقت إلي قبل 3 أيام عما فعله يعني عربو أو أبناء زعبوط. وأنت تعرف من أقصد أنا، عيال زعبوط. عيال زعبوط عيال زعبوط يعني جندوا ميليشيا يوم تقريبا اليوم الخميس، الأربعاء، الثلاثاء، الاثنين مساء في جناح الظلام، ودخلوا للسفارة السعودية في السودان. هؤلاء يعني عيال زعبوط، وما تركوا وثيقة إلا وحلبوها أخذوها. تتصور يعني ما يفعله عيال زعبوط. صحيح. أي صحيح. حتى الذهب، كل ثروات من سنين يذهب إليهم. الذهب السوداني الموجود في المنطقة يتم نهب بشكل مستمر. للأسف هذا نتيجة تدخلات بعض الدول في شؤون السودانية، ودفع إلى أن تكون الصهيونية هي حاضنة لهم، والشعب السوداني يدفع ثمن غالي جدا. نتمنى أن تنتهي، ولكن ما أراه أمام عيني أن القضية أو الوضع في السودان سوف ينفجر ويمتد إلى بعض الدول الأفريقية للأسف. يعني كثير من يوم أمس، الكثير في الأخبار، الكثير من أبناء الشعب السوداني يعني دخلوا عنوة على الحدود المصرية لأنه ضاق بهم الحال. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا عدا اللي ذهبوا للنيجر وتشاد وليبيا. الله المستعان يا دكتور أبو داود. حياك الله، وشكرا لأنك شرفت البث، وشكرا لأنك نورت البث، وشكرا لأنك دافعت اليوم باستماتة على بلدك الثاني الجزائر. أنت جزائري، والله أنت جزائري أكثر من بعض الجزائريين الذين رأيناهم يعني اليوم في البث، كانوا يكتبون وكانوا يقولون على أنهم جزائريين، ولكن لا يمتون للجزائرية بأي صلة. شكر الله سعيك يا دكتور أبو داود، وخلينا على اتصال. رح أترك لك رقمي على الخاص بإذن الله تعالى. تسمعني يا دكتور؟ ولد عمي تسمعني؟ الباتني تسمعني؟ أنا نسمعك ولد عمي. أظن أنه جدوا مكالمة ولا النت عنده ضعيف. لا أسمعك أنا، بتسمعوني؟ نعم بنسمعك. لا بسمعك أستاذي، بسمعك، وقلت إن شاء الله دائما أكون على المنصة والاستماع والدفاع على القضايا العربية وقضية القضية. وأتمنى للجميع ليلة سعيدة وجمعة مباركة للجميع إن شاء الله. حياك الله. جمعة مباركة. حياك الله. سأترك لك الرقم في الخاص إن شاء الله. يلا إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. في أمان الله. مجبور الخاطر يا دكتور. إن شاء الله. يلا سلام، تحياتي. في أمان الله. في أمان الله. ولد عمي دقيقة في البث ثاني جايك، أعطيني دقيقة برك أني جايك. أوكي. لأني كنت رابطي صاج. إيه رد على ذوك التعليقات تاع المروكي سكلامبو هذاك اللي متضرر مسكين. شوف له كاش قابلة تولي. سطر واعر لازم